يعاب على كولر مش الاختيارات الفنيه، يعاب على كولر الحميه والتجهيز الفني والتجهيز الفني والنفسي، الاعداد النفسي والفني للعيبه. ويمكن حاليا دلوقتي ما بقاش المدرب بس هو اللي بيعمل الكلام ده، بيبقى فيه اخصائي نفسي وفي معد بدني وفي كل حاجه. ولكن يبقى المدير الفني هو المسؤول الاول والاخير عن مين يلعب ومين ما يلعبش، مين اللي عنده الدوافع، مين اللعيب اللي يلعب ويبدا ومين اللي ما يلعبش، حتى لو هو اللعيب اللي رجليه في الملعب. ف بالتالي لعيبه الاهلي النهارده كانت في الدي اوف معظمها. مفيش لعيب في حالته، مفيش لعيب عنده حميه، ما لقيتش لعيب في الاهلي عنده حميه بيلعب عشان يكسب. شفتش الاهلي زي ما هو مصدق ان هو يكسب، على عكس لعيبه الزمالك خالص، اللي سبحان الله انا بشوف ان السيناريو بتاع الماتش فات جدا لعيبه الزمالك. لعيبه الزمالك اعتقد انها كانت داخله الماتش بدوافع اكبر من دوافع الاهلي، خصوصا زي ما بقول لحضرتك